السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله يوم السبت الأهلي هيلاعب الزمالك في بطولة الدوري في الأسبوع ال14. فبس قبل ما نتكلم في المباراة والحاجات دي كلها، أنا بس عايز أقول حاجة. أنا ما صورتش حلقة بعد ماتش ريال مدريد مانشستر سيتي عشان خاطر مستني أشوف القرعة بكرة. هنشوف ريال مدريد هيلاعب باير ليفركوزن ولا اتلتيكو مدريد، وبعد كده هنزل فيديو يعني هتكلم عن الماتش وعن القرعه والكلام ده كله. فبس هو ده عشان انا ما نزلتش الفيديو. لكن دلوقتي انا هتكلم عن ماتش الاهلي والزمالك اللي هو ان شاء الله يوم السبت. فدلوقتي ماتش الاهلي والزمالك جاي في حاله مختلفه للفرقتين. الاهلي برجوع اللعيبه المصابه مع الصعود في المستوى والاداء والنتائج وكل الكلام ده، والزمالك في حالة التخبط بتغيير من جروس بسيرو، النتائج المتذبذبة آخر فترة. فكل ده هنتكلم فيه. بس أنا عايز أتكلم إنه قبل كل حاجة، هو قائمة الأهلي جاهزة كلها، ما فيش غير لاعب بعيدا عن اللعيبة المصابة لفترة كبيرة، يعني اللي زي يحيى عطية الله والكلام ده كله. لكن وحتى علي معلول برضو. لكن الكلام اللي بيقول اللعيب اللي كان في الماتشات آخر فترة وهو اللي هيبقى بعيد عن الماتش ده، فهو محمد مجدي قفشة. هو اللي بنسبة كبيرة الكلام اللي حوالينه هو متصاب في السمانة ومش هيلعب ماتش القمة. ودي حاجة تضايقني، ان انا قفشة بحس ان هو مرزق في الماتشات دي بصراحة، وتحس ان هو يعني ريحه بيجي على ماتشات الزمالك والكلام ده كله. كنت يعني وبرده حل عندك على الدكه لما بتحتاجه والدنيا تبقى مقفله والكلام ده كله. خلينا نبدا بالزمالك. ان الزمالك مغيرين جروس، ولاعب بيسيرو اول ماتش مع الزمالك قدام بتروجيت اتعادل لواحد واحد. آه، فبيسيرو مع فتره مع الاهلي ما كملش فتره طويله، يعني مثلا ما افتكرش ان هو قعد اكتر من شهرين او حاجه زي كده. ممكن السنه شهرين دول يبقوا كتير، بس انا مش فاكر. فاكر ان هو ما كملش كتير مع الاهلي. فبعد كده جاله عرض بورتو والكلام. بعد كده شفنا بقى لما راح بورتو وراح مسك منتخب نيجيريا والكلام ده كله. فبيسيرو لما كان مع الاهلي هو كنت شايف ان هو هجوميا بيقدر يعمل شكل، وبتلاقي الفرقه بتعمل كلام بيخلقوا، يعني بيعرفوا يعملوا هجمات وبيعرفوا يعني يعملوا خطوره على مرمى الفريق. لكن مشكلته ان هو دفاعيا ما كانش احسن حاجه. فده اللي انا فاكره عن بيسيرو، غير بقى الحاله اللي فيها لعيبه الزمالك بصراحه، سواء الزمالك بادارته بالجو العام بتاع الزمالك ده حاجه تانية لوحده. بس قبل ما اجي اتكلم فيها عايز اقول حاجه، ان ده نفس السيناريو اللي بيحصل قبل ماتش الاهلي والزمالك في كاس السوبر الافريقي. الناس برضو فاكرين ان الزمالك او الزمالك اوريدي واقع، الزمالك وحش. آه، فالناس شايفه ان الماتش سهل. ماتش اهلي والزمالك مش ماتش سهل. بعيدا عن انا واحد ما بحبش ابقى مع اي فريق بشجعه، ما بحبش ان انا اعيش في دور ان انا الاحسن وانا الاقوى وان انا كده كده اللي هكسب. ما بحبش انا الجو ده. يعني حتى لو بلاعب فرقه ضعيفه او فرقه مش قويه في الفتره دي، بحب برضه اخاف منها. لكن ده برضه نادي الزمالك. آه فالماتش مش سهل جدا جدا جدا، فالناس بتوقع في نفس الغلطه بتاع كاس السوبر الافريقي. عادي ممكن تلاقي الزمالك نزل كسب عادي جدا، يعني عندهم لعيبه ويقدروا هم. ده ماتش يعني، فيقدروا ينزلوا بيجزوا هم ماتشات الاهلي لوحدها كده كده بتجززهم، بتخليهم نازلين عايزين يعملوا حاجه. فدي حاجه عندهم. دي ممكن نقطه تتحسب ليهم. فده بس ده تنويه كنت حابب اقوله عشان الناس برضو يعني ما تنساقش ورا المنظور ده، وينسوا ان ده ممكن برضو نخسر زي ما خسرنا كاس السوبر الافريقي. فالحاله اللي فيها الزمالك مش مطمنه لجماهيره. الزمالك لو عبد الله السعيد موجود في الملعب، الزمالك هيبقى ليه شكل، هيقدر يعمل حاجه. عبد الله السعيد مش موجود في الملعب او حتى مش في يومه، فالزمالك هيبقى وحش. هو ده الزمالك في اخر فتره، هو قائم حوالين لعيب عنده 40 سنه. زيزو في التخبط بتاعه هيجدد ولا مش هيجدد. طبعا مصطفى شلبي فتره جروس. بس غير كده ما بيقدمش اي اضافه. عندك نفس كلام على سيف الدين الجزيري او ناصر منسي، مره فوق ومره تحت. والاثنين اساسا كانوا بيمشوا وبيرجعوا. حالات غريبه. نبيل دونجا او دونجا يعني. ما فهو بعيدا عن الماتشات الكبيره، سواء ماتش بيراميدز او اهلي، انا مش هلعب. ما بيقدمش حاجه. وهو بنسبه كبيره نزل ماتش الاهلي هو جاهز، سواء فكره امام عاشور او حتى هو لوحده هو هينزل قدام الماتش الاهلي ده يبقى جاهز. آه، عمر جابر برضو واحد من اللعيبه اللي هم كانوا كويسين في الفتره اللي فاتت مع عبد الله السعيد. طبعا خط الدفاع يعني ما مش احسن مستوى، عواد وصبحي الاثنين واحد. احمد فتوح لسه ما جابش مستواه. فكل الحاله دي تقول لك ان الاهلي ينزل يكسب. لكن انا مش مع الفكره دي.
بصراحه. وهو حتى بيصيروا طلع قال هو مش طلع قال، بيتكلم مع الاداره ان هو عايز يعرف مصير زيزو، زيزو هيجدد ولا مش هيجدد. ودي حاجه طبعا في اداره الزمالك. انت جاي لك كان في سنه جالك اسعار في زيزو مجنونه، يعني 7 مليون دولار، وكان جاي لك عرض من نيوم بمبلغ كبير، كان ممكن تشتري بن شرقي وتقوي الفرقه بتاعتك. انا كمنافس للزمالك انا مبسوط باللي حصل ده وبالحاله اللي فيها الزمالك. مش عايز مثلا الزمالك يبقى عنده سكواد زي ما كان عنده في 2020 لما كان عنده اشرف بن شرقي ومصطفى محمد وساسي والكلام ده كله. طبعا مع زيزو وبن شرقي وكل دول، كان سكواد محترم للزمالك بصراحه. لكن دلوقتي حتى الونش اساسا مستواه وحش جدا من بعد الاصابه. فكل الحاجات دي تقول لك ان الاهلي هينزل يكسب. لكن عادي الزمالك يقدر يكسب. الزمالك بنسبه كبيره هيبقى شكله قريب من ماتش بيراميدز. بس هل انت بقى كالاهلي تبقى نازل تبقى زي بيراميدز، تبقى نازل عايز تكسب، هتبقى نازل بضغط من اول دقيقه، انت نازل عايز تخلص الماتش من بدري، تجيب جون والتاني والتالت وما تسكتش. بقى كولر عامل كده مع الزمالك، يعني كسب الزمالك 3 بجونين بجونين محمد شريف وجون كهربا. وكسب الزمالك مره 4-1، كان حسين شحات جاب جونين وعلي معلول حاجه زي كده. كان لما الاهلي لابس التيشيرت الاحمر والزمالك كانوا لابسين التيشيرت الازرق، ده اللي كان شبه المجره والكلام ده. ف كولر عامل النتائج دي قدام الزمالك. لكن انا بخاف لما، زي ما قلت في الاول، بخاف لما الناس بتبقى فاكره ان الماتش سهل. انا مش شايف ان الماتش هيبقى سهل. ماتش كده كده ماتش قمه، ماتش صعب. لعيبه الزمالك هتجز وبتجز. ممكن يفوقوا عادي جدا، ما هو اصل هو ماتش فاهم، فهو يعني ماتش وبثلاث نقط فهم ممكن يكسبوه. انا بقى نفسي الاهلي يعمل ايه؟ انا نفسي ان كولر ينزل حط احسن لعيبه دلوقتي، احسن لعيبه موجوده في الاهلي دلوقتي، زياده عليهم وسام ابو علي. يعني نفسي يلعب في حراسه المرمى، هو كده كده يلعب بمحمد الشناوي، فانا اتمنى ان هو يلعب بمصطفى شوبير، بس هو يلعب بمحمد الشناوي قدام. بيلعب بالثنائي في الدفاع، يلعب مع مصطفى العش ويلعب برامي ربيعه. دول الثنائي اللي في الدفاع، مع اختلافي والكلام ده كله على رامي ربيعه، بس رامي ربيعه ناحيه اليمين يلعب بمحمد هاني، ناحيه الشمال يلعب بكريم الدبيس. لازم كريم الدبيس يلعب يوم السبت بجاي فورمه ورجليه في الملعب ومؤثر وبيعمل خطوره والكلام ده كله. فلازم كريم الدبيس يبقى موجود يوم السبت. لعيب كويس جدا 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 جدا، واخر فتره كان جاي مستوى مع الاهلي. فلازم زي ما قلت كريم الدبيس يلعب. مش بلاش نلعب بقى بطريقه التحفظ، وانا العب بثنائيه اشرف داري ورامي ربيعه، والعب مصطفى العش باك شمال عشان خاطر ماتش الزمالك والكلام ده كله، او العب بعمر كمال عبد الواحد عشان ده لا، الاحسن هو يلعب بكريم الدبيس. هو ده اللعيب الاحسن عندك دلوقتي. يلعب بقى في الثلاثي في نص الملعب، يلعب بمروان عطيه طبعا، ده كده كده. بالله عليك مش عايز اشوف كريم ندفد. بالله عليك بلاش تأليف، ومش عايز اشوف كريم ندفد. مروان عطيه مع احمد رضا مع امام عاشور، دول الثلاثي اللي انا عايز اشوفهم في نص الملعب. وقدام بقى طالما رجعت امام عاشور ورا، يبقى العب بمحمد عبد الله وينج يمين، والعب بحسين الشحات، والعب بمهاجم وسام ابو علي. دي شايفها احسن تشكيله الاهلي ينزل بيها ماتش الزمالك. محمد عبد الله طلع لعيب صغير عادي، نزل ماتش الاسماعيلي كان عامل اداء، والاغلب الماتشات اللي بينزل فيها كان بيبقى عامل خطوره، ولعيب واثق في نفسه وبيحاول. لا شبه طبعا مع الفرق وكل الكلام ده لرمضان صبحي، بس لا شبه طلعت رمضان صبحي مع الاهلي. اللعيب اللي واثق في نفسه، اللعيب اللي هيجرب، هو هيحاول، مش هيخاف من الغلط. فاتمنى اشوف محمد عبد الله اساسي طبعا مع اسامه ابو علي. انا مش محتاج اتكلم عليه مع احترامي لجراديشار، بس يا جماعه في فرق كبير قوي بين جراديشار وفي فرق بين اسامه ابو علي، سواء في حته الضغط، سواء في حته التفنيش، سواء في حته الصناعه، سواء في حته اللعب الكوره. واحد بيعرف يلعب الكوره، واحد بيعرف يرقص، عنده ميزه بتاعت الفاولات، بيلعب بدماغه، بيلعب برجليه الاثنين. فاسامه ابو علي طبعا يعني مع احترامي للاجوان والفورمه اللي كان جايبها جراديشار، بس اسامه ابو علي عندي في حته وجراديشار في حته بعيده. في فرق كبير قوي يا جدعان. مش خاطر جاب له 4 أو 5 تجوان فخلاص نقول ان احنا نفكر نبيع وسام ابو علي. لا، وسام ابو علي في حته بعيده عن المهاجمين اللي في مصر عامه. ممكن اقرب واحد ليه هو فيستون مايلي، لكن حتى جوه الاهلي برده في مسافه بينه وبين جراديشار. انت جراديشار لما يبقى وسام ابو علي عندنا ضغط ماتشات عايز تريح وسام ابو علي، عايز تخلق منافسه لوسام ابو علي، عايز لما وسام ابو علي يتصاب، وده الاصابات عنده متكرره اخر فتره، فلما عايز واحد بيبقى موجود جراديشار كده اتفهم ان جراديشار يلعب. لكن طالما وسام ابو علي جاهز العب بجراديشار، سوري، العب بوسام ابو علي وقعد جراديشار، ويبقى ده حل ورقه عندي على الدكه انزلها لما لا قدر الله متاخر في نتيجه، متعادل 0-0، فعايز انزل مهاجمين وافتح الماتش، الكلام ده كله. لكن انا شايف ان وسام ابو علي لازم 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 يلعب.
اشرف بن شرقي من ساعه لما جه وهو ما لعبش ولا مباراه مع الاهلي، دخل المران في اخر فتره. لكن انا مش متوقع ان كولر هيديله من الاول، دي مش شخصيه كولر ان هو ايه هيديله من الاول. اظن هي لو هو فعلا زي ما الناس بتقول ان هو جاهز، وهو ما استدعوش ماتش الاسماعيلي عشان يبقى مجهز له ماتش الزمالك، فهو اظن ان هو هيديله في الشوط الثاني، هيديله نص ساعه، هيديله تلت ساعه، حاجه في الرينج ده. وهو كده كده كولر بيعمل تبديلات بعد الدقيقه 70، فاظن ان هو ده الرينج اللي هيديله لاشرف بن شرقي. طبعا لو جاهز انا يعني يلعب اشرف بن شرقي، طبعا كواليتي جبار، وانت لعيب محتاجه لعيب عنده الكواليتي، ولعيب بيعرف يجيب اجوان سواء براسه او برجله، فانت محتاج لعيب زي ده يبقى معاك. بس انا ما اتوقعش ان هو كولر هيديله كده على طول. فلو لعبنا بالتشكيله دي انا شايف ان الاهلي هيبقى احسن. اهم حاجه ان انت كده كده الجمهور هيستفز لعيبتك، وبالاخص امام عاشور. اهم حاجه امام عاشور ما يمشيش ورا يسد ودانه زي ما كان عامل اخر فتره. احسن لاعب في مصر بالراحه قوي، احسن لاعب في مصر، باكتر هداف الدوري، موجود معاك في كل مباراه سواء بالتسجيل وبالصناعه. كان هو نجم الاهلي الاوحد في الفتره اللي كان فيها الاصابات دي، والفتره اللي كان فيها اللعيبه مع اغلبها مصابه، والفتره السيئه اللي كان فيها الاهلي في اخر فتره. فامام عاشور لعيب كبير قوي، لعيب ما اظنش ان في اتنين يختلف على الكواليتي بتاعته، بس دايما كان هي الحته دي. وشفنا محمد رمضان طلع بعد الماتش بتاع الاسماعيلي، طلع لمح ان لما امام عاشور بعد عنه اللعيبه اللي بتاثر عليه، فشفنا ازاي يركز في الماتشات، ازاي استفزاز جمهور الزمالك ليه بعد الهتاف بتاع عاشور 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 عاشور، واستفزاز دونجا لما طلع في الاعلام مع ابراهيم فايق لما قال لامام انا عايزك تركز في الملعب، وركز في الملعب بس فكك من الجمهور. الكلام ده فيما معناه يعني. فشفنا امام عاشور ازاي حول الكلام ده كله للاداء اللي احنا شايفينه دلوقتي، ان هو احسن لاعب في مصر. كده كده يوم السبت هيتهتف عليك، ممكن تتشتم، ممكن تبقى ليك الجزء الاكبر من التشجيع السلبي من جمهور الزمالك ليك. فعادي سد ودانك، ركز في الملعب، رد في الملعب. الناحيه التانيه جمهور الاهلي هتلاقيه بيدعمك، وهتلاقيه في ظهرك. فده اللي اتمناه من امام عاشور يعني. بس انا دي الحته اللي مخوفاني عند امام عاشور، هي لو امام عاشور ما سدش ودانه ونزل وعمل ماتش زي السوبر الافريقي والسوبر المصري الاخر ماتشين قدام الزمالك، يبقى كده فعلا الاهلي هيبقى عنده مشكله. ان انت ده هو اللعيب لو لعب في نص الملعب ده هو اللعيب البول كارير، اللي ياخد لك الكره من الدفاع للهجوم، ينقلك ياخد الفرقه للجزء الثاني من الملعب، او ناحيه ان هو يهاجم. فامام عاشور لازم يبقى في حد يقعد معاه، المعد نفسي بقى، كولر يقعد يتكلم معاه، اي حد يتكلم معاه انه سد ودانك وركز في الملعب. هو النهارده عيد ميلاده، معرفش ايه لازمتها، بس عامه يعني النهارده عيد ميلاد امام عاشور، فاتمنى ان امام عاشور يسد ودانه. انا بحب امام عاشور جدا. حتى في ايام ما كان في الزمالك كنت برضو انا ما بحبوش زي دلوقتي، بس برضو كنت شايف اللعيب عنده كواليتي. فلازم امام يسد ودانه ويركز في الملعب بس. لو ركزت في الملعب بس فالاهلي هيبقى عنده يعني ولاعب نفس الاداء اللي بيلعبه في اخر فتره. فانت هيبقى عندك حل مع طبعا وسام ابو علي، مع محمد عبد الله لو لعب بنفس الاداء اللي هو يلعب فيه مع كريم الدبيس، فانت كل دول حلول عندك. طبعا على راسهم امام عاشور ووسام ابو علي. فبس لا زي ما قلت لازم امام يتعدي كويس الماتش ده، ويستعد ان هو هيبقى معرض للخوض في عرضه وللشتيمه وللتحفيل عليه والكلام ده كله. هو ده الجمهور. فده جزء بتاع امام عاشور. الجزء ده بتاع احمد رضا، انا ليه شايف ان هو يلعب اساسي؟ لعيب اولا كورته حلوه، لعيب ما بيحتفظش بالكوره، لعيب بينقل الكوره بسرعه، ما بيخليش الكوره في رجله كتير. دي حاجه احنا ما كنا مفتقدينها ايام ما عمرو السوليه كان جايب مستوى مع الاهلي، ايام ما كان عمرو السوليه ده ركيزه في نص الملعب بتاعت الاهلي. فانت محتاج اللاعب زي هو حتى جسمه في رفعه، في حركته، هو تحسه شبه عمرو السوليه شويه. ماتش الاسماعيلي عمل باص كده كان عكس جسمه، عملها كان حلو قوي، وغير الجون اللي جابه هيفيده، هيسرعه ان هو يخش جوه الفريق. كولر اداله 90 دقيقه، فدي حاجه تقول لك ان هو يعني كولر عايزه. هو لعيب بصراحه كويس جدا. الماتش اللي لعبه قدام الاسماعيلي كان عامل ماتش كويس جدا 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 جدا. وبيعرف يقطع الكوره. وزي ما قلت هو احلى حاجه فيه زي ما قلت ان هو ما بيخليش الكوره في رجله كتير، هو بينقل الكوره. فده ما بتحسسه ان هو ممكن يلعب 180 دقيقه، تحس ان هو ممكن يلعب ماتشين ورا بعض عادي مش هيتعب. اصل هو ما بيجريش، هو بيجري الكوره، ما بيجريش هو. فانا عشان كده شايف ان احمد رضا، انا عايز احمد رضا يلعب بصراحه. بجد بجد بلاش افتكاس كل ماتش الزمالك ونلاقي لعيب ملهوش لازمه بيلعب. بجد بلاش كريم وليد او كريم ندفد، بجد مش مستاهله خالص.
بس اللعيبه لازم تبقى داخله الماتش عارفه إن الزمالك حتى لو الزمالك سيء يقدر يكسب. لازم يبقى عارف ان ده ماتش قمه، انت لازم تكسب عشان خاطر تضغط بيراميدز. ما يعني لازم. اظن بيراميدز هيلعب قبلنا، بيراميدز هيلعب يوم الجمعه اللي هو بكره، وهيلعب ال السبت. فممكن بيراميدز يكسب فتلاقي خلي الفرق الاربع نقط. في 4 نقط. وانت لو انت خسرت وبيراميدز كسب فانت هتخلي الفرق الاربع نقط فتبعد. فانت لازم تبقى في ظهر بيراميدز على الاقل. لو بيراميدز ما ضيعش نقط انت تبقى في ظهره، تبقى مخنق وعارف ان. وبيراميدز بيجي بالحوار ده، شفناه السنه اللي فاتت في اخر الدوري خلاص لعيبه ما يعني استسلمت في اخر كام ماتش، بالذات ماتشين بتوع الاهلي. كان لعيبه خلاص هم تعبوا، بالذات الماتش التاني بتاع الدفاع الجوي. فزي ما قلت، انت لازم اولا لازم تبقى متخانق بيراميدز. ثانيا لازم اللعيبه تبقى نازله مركزه، امام عاشور زي ما قلت واللعيبه بتاعتك. بجد بلاش كوره الافتكاسات، انت العب بالتشكيله دي، بالذات كريم الدبيس تبدا بيه واحمد رضا ومحمد عبد الله. هم دول احسن، يعني انت ما عندكش وينجات يمين كتير، فانت محتاج الثلاثه دول وامام عاشور زي ما قلت، وطبعا مع وسام ابو علي. فانت كده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يبقى الماتش بتاعنا. وهو جون بس في في بدايه الماتش، انت كده خلاص بقى الماتش بقى بتاعك بجد. والاهلي في ايده على فكره يخلي الماتش يخلص بسكور. حتى جمهور الزمالك بالحاله اللي فيها جمهور الزمالك بسيره. يعني شفنا الجول اللي جابه في جون بتروجيت، مش فاكر اللعيب كان مين، كان احمد حاجه، بس انا اسف مش فاكر اسمه. بس رقص الدفاع بتاع الزمالك هش، تقدر تعمل منه، تقدر تعمل خطوره. فاتمنى ان احنا نازلين ضاغطين من الاول، عن لعيبتنا جاهزه فت، مفيش حد مرهق، بتلعب كل اسبوع، فمفيش، مش عايز اسمع نغمه الارهاق. يعني الوحيد اللي اتقال ان هو تعبان بجد هو امام عاشور، عشان بيلعب كل الماتشات 90، اغلب الماتشات بيلعبها 90 دقيقه وبيتعرض لضرب كتير. فده الوحيد اللي ممكن يعني اعدي حته ان هو بيتضرب كتير. سوري ان هو مرهق. لكن غير كده مفيش حد مرهق في الاهلي. كله اللي كان بيتصاب وبيرجع، غير اللي بيلعب كل ماتش اسبوع، فمش هسمع نغمه الارهاق. بس ان شاء الله ماتش يبقى الاهلي كويس جدا يبسطنا. اتمنى الجمهور يشجع من اول دقيقه، يدعم لاعيبتنا، يحمي لاعيبتنا. فاتمنى ان شاء الله الجمهور كده كده زي ما تعودين على جمهور الاهلي، اتمنى ان هو بس يكمل في الجو ده. والناحيه التانيه هي الناحيه التانيه متخبطه لوحدها، فانت مش محتاج حاجه غير ان انت تجيب فيها بس جون بدري، او تبقى ماسك الكوره، او تبقى عامل خطوره. هما حتى لو عارف، لو في اول 5 دقايق او اول 4 دقايق الاهلي جاب كوره في العارضه بتاعت الزمالك، هتخاف يعني. مش هتخاف، هتبقى هتصعب، يعني الماتش يبقى صعب عليها اكتر من هي تبقى نازله. وطول ما النتيجه 0-0 طولت، طول ما الزمالك يقدر يرجع من الماتش تاني، زي ما حصل في ماتش السوبر الافريقي. هما الزمالك كده كده يعني بعيد عن المنافسه عن الدوري، بالسكواد اللي عندهم بالتخبطات والكلام ده كله، فهم بعيد عن الدوري. فهم 0-0 بالنسبه لي دي 3 نقط. النقطه هتبقى بالنسبه لهم 3 نقط، انا ابقى وقعت الاهلي، فدي حاجه ليهم. وبرده ان انا ما خسرتش، فحسابات كتيره ناحيه الزمالك غيرك انت. عايز تنافس على الدوري، عايز تكسب، تخلي الغريم بتاعك في مشاكل اكتر من هو فيها. وانا بحب الحاجات دي، ان انت لما تلاقي الغريم بتاعك واقع تديله، تخليه تخش في تخبطات اكتر ويقول وكده. انا يعني انا بصراحه نفسي امام عاشور يجيب جون، نفسي اشرف بن شرقي ينزل ويلعب يعني، بس مش عارف هيبقى في القائمه ولا لا. فبس اتمنى الاهلي يكسب طبعا. ومباراه مش هتبقى سهله، مش هتبقى سهله. واللي يفتكر الماتش زي ده هيبقى سهل يبقى يعني ما اتفرجش على ماتشات اهلي وزمالك. فبس هو ماتش مش هيبقى سهل، ماتش هيبقى صعب. لازم كولر يبقى حاطط اللعيبه الكويسه، حامي لعيبته، مأهل لعيبته للماتش. انا عجباني فكره ان هو بدأوا في معسكر من يوم الاربع، فيبقى معاهم يومين قبل الماتش او 3 ايام قبل الماتش، فيدخل اللعيبه في اجواء المباراه اكتر، ويبعد عنهم بقى الكلام اللي بيشتتهم. فبس اتمنى فوز الاهلي طبعا، واسف على الاطاله. وكان معاكم احمد هاني، واشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.